السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم وينيكس دي زدت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم راح يكون عن طريقة زيادة المال في دريم ليج 2023. فلا تنسوا اللايك والاشتراك. الخطوة الأولى هي بناء الملعب، لأنه إذا كان لك ملعب أكبر من 90,000 متفرج فالمكافأة الإضافية ستكون 52 كوينز، وهذه المكافأة ستساعدك في تطوير حسابك. سيعطونك 52 كوينز في كل مباراة تلعبها في ملعبك. ولكن كيف تلعب مباراة في ملعبك؟ فإذا وجدت شعار فريقك على يسارك فهي مباراة في ملعبك، وأما إذا لم تكن مباراة في ملعبك فانسحب منها لأنهم لن يعطوك 52 كوينز لأن المباراة ليست في ملعبك. الخطوة الثانية هي ترقية التجاري، فكما تشاهدون ترقية المرفق فستحصل على مكتسبات المباراة الإضافية 2%، ولكن إذا قمت بترقيتها للمستوى الآخر فستحصل على 20 كوينز على ما أظن في كل مباراة. فإذا قمت بترقية التجاري والملعب فستحصل على 72 كوينز حتى وإن خسرت في ملعبك، وإذا فزت بها فستحصل في مباراة على 250 كوينز إذا شاهدت الإعلان. وإذا لم يظهر لك الإعلان فاخرج من اللعبة وادخل مجددا، وإذا لم يظهر فادخل إلى الإعدادات ثم متقدم وغير إعدادات الجرافيك ثم اخرج من اللعبة ثم أعد الدخول وغير الجرافيك كما كان وستظهر لك بإذن الله. وهذا كان فيديو اليوم، لذا إذا أعجبكم لا تنسوا تضعوا لايك واشتراك. قبل ما ينتهي الفيديو أريد أن أعرفكم على قناة صديقي اسمها دحومي جيمز، ويقدم محتويات تصميم كرة قدم، يعني محتوى متنوع. أتمنى تشتركون في قناته. هذه قناة دحومي جيمز، وسأضع لكم رابطها في صندوق الوصف.